بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أهلا وسهلا بكم في الفيديو الأول من كورس إكسل بكل بساطة. في الكورس ده هنتعلم أساسيات إكسل وهنتدرج بإذن الله إلى المستوى المتقدم منه. تمام. أولا أنا بشتغل على نسخة 365. هي نسخة مدفوعة ولكن أنا ممكن أحصل عليها بطريقة مجانية تماما من خلال الإيميل الجامعي الخاص بيا. تمام، أنا ما عنديش إيميل جامعي، يبقى هيعمل إيه؟ عادي بأي نسخة، يعني اللي بيتعلم من أي حاجة عادي، بس يعني هتكون في شوية كده مزايا طفيفة، بس عادي يعني في الأول وفي الآخر عادي الواحد بيتعلم من أي حاجة. تمام. دلوقتي احنا في طريقة تعلمنا مش هشتغل على احنا معانا مثلا معادلة sum، معادلة average، معادلة max. مش هنقول مسميات معادلات، لا، احنا وقت احتياجنا للمعادلة هنقول اسمها، لأن أحيانا كتير ممكن معادلة واحدة تقوم بعمل أكتر من 5 معادلات وهكذا. فإذا مش هتضيع وقت ونبتدي على طول. معايا الشيت المتواضع اللي قدامكم ده، عايزين نجيب فيه إجمالي الحضور. تمام. بسم الله. مبدئيا المعادلات بتبدأ بيساوي. تمام. بس هقول على حاجة دلوقتي، أنا لما باجي أضغط يساوي أنا مش مضطر أحفظ. ليه مش مضطر أحفظ؟ إن لو أخدتوا بالكم أنا وبكتب اسم الدالة صم، لو ركزتوا هتلاقوا أكتر من دالة مكتوبة، فإذا أنا بكون عارفة الحاجة لكن مش حافظاها، لأن في الأول وفي الآخر أنا بسهل على نفسي، أنا مش مضطر أحفظ. كده نضغط أقواس. لو أخدنا بالنا برضو إن إكسل بيديني دليل المعادلة اللي هو أنا هعمل إيه، وبيديني شكل الفاصلة المفروض تكون موجودة، فأنا هكتب هنا وأركز في شكل الفاصلة وهكذا. بعد كده هنقفل الأقواس اداني الرقم. طيب ممكن حد يقول لي أنا كل شوية هضغط على خلية خلية، عادي مفيش مشكلة. ممكن نعمل حاجة بسيطة، هندوس برضو يساوي وصم، نفتح قوس وهكذا. مدى البساطة ما ننساش نقفل القوس ونفس النتيجة. تمام. أنا برضو معايا غياب ذكور وغياب إناث، هعمل فيه إيه؟ بنفس الدالة هقول يساوي صم، هنا معانا الاسم ده وما أخطأنا في حاجة هنا. صم، ما ننساش الأقواس، شفتوا ازاي بمجرد ما نسيت حصل معايا دروب على طول. ادي غياب هنا وفاصلة وفاصلة، ونقفل القوس، ما ننساش نقفل الأقواس. اداني غياب الذكور. طيب غياب الإناث برضو بنفس الطريقة، يساوي صم، نفتح القوس وما ننساش الفصل، نقفل القوس. ده مجموع أيام اللي غابوها الإناث. طيب دلوقتي معايا حاجة اسمها معدل الحضور، بنستخدم لها حاجة اسمها ايه؟ بنستخدم دالة اسمها average. تمام، هنضغط يساوي ونكتب average. لو ركزنا هنلاقي أكتر من دالة، فياريت نركز بالظبط احنا الدالة عايزينها في ايه، عشان أخدتوا بالكم فرق حروف، هي بس فرق حروف. طبعا الحروف دي من معادلة لمعادلة تانية، فاحنا لازم نكون مركزين. اخترنا دي هي average اللي احنا عايزينها. بعد كده بكل بساطة نقفل القوس، انتر، وهكذا. في معدل الغياب يساوي average. بعد كده نظلل، ما ننساش نقفل الأقواس. طيب دلوقتي معايا أعلى حضور وأقل حضور. أعلى حضور هنستخدم فيه دالة ايه؟ دالة ماكس. هنكتب
دلتنا عادي ماكس. موضوع بسيط مفهوش أي تعقيد. وهنشوف الحضور. نقفل القوس. ده أعلى حضور اللي هو عمر. طيب أقل حضور اللي بيساوي من هناك كتبنا ماكس عشان كانت أعلى قيمة، هنا هنكتب مين. برضه هي من قبل ما أكمل بتكون ظاهرة. نقفل القوس. انتر. كان أقل حضور برضه عمر. طيب دلوقتي أنا في حاجة لازم نكون واخدين بالنا منها، مش كل المعادلات بتحتاج لأقواس. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم إن شاء الله بإذن الله هنعرف الكلام ده الفيديو الجاي. أشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.